ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم اكله مع النوش. طبعا العيد قرب، كل سنه وانتم طيبين وفي احسن حال. والعيد يعني فته. النهارده هنعمل مع بعض الفته المصريه على اصولها بطريقه سهله جدا من غير اي تعقيد. متاكده الوصفه دي لو جربتوها هتعتمدوها وهتعجبكم جدا. اتمنى تجربوها وتقولوا لي ايه رايكم. اول حاجه، لو الفيديو عجبكم ما تنسوش اللايك والمتابعه. هندخل على الطريقه. اول حاجه معانا هنجهز العيش. معايا هنا عيش بلدي عادي، قطعته مكعبات صغيرة كده زي ما انتوا شايفين. هتبله بقى برشة بسيطة من الكمون، وبرشة بسيطة من الملح، ومعلقة صغيرة من الثوم المفروم، معلقة صغيرة من السمنة. لو مش متوفر سمنة ممكن نستبدلها بزيت عادي. وبس كده هنقلب كويس حلو قوي مع بعض. هنحمص العيش بتاعنا تحت الشواية ونقلبه من وقت للتاني وناخد بالنا منه عشان ما يتحرقش. وهنا هنجهز اللحمة. معايا معلقة سمنة كبيرة، سيحتها كده حلو جدا وسخنت الحلة كويس جدا. هنزل بقطع اللحمة بتاعتنا. مهم قوي ان احنا نديها صدمة عشان ما تنزلش ميتها، يا دوبك تاخد لون من تحت كده. هنقلبها على الوش التاني. اول ما كلها تتشوح حلوة قوي مع بعض كده، هنزل ببصل وطماطم متقطع جوانح كده زي ما انتوا شايفين. والتوابل بتاعتي هنزل بملح وبهارات سبعة وورق لورا وحبهان ورشة بسيطة من الجنزبيل. هنقلب البهارات دي مع اللحمة حلو جدا مع بعض. وبعد كده هننزل بمية مغلية. مهم جدا ان احنا ننزل بمية مغلية، ما تكونش من الحنفية. وهسيبها تاخد كام غلوة كده على نار عالية، وبعد كده نوطي النار ونسيبها تستوي على نار هادية. وكده اللحمة هتبقى جاهزة معانا. وهنا هجهز الصلصة. معايا معلقتين كبار من الزيت ومعلقة سمنة، وهنزل بمعلقة كبيرة توم مفروم. هنشوح التوم حلو جدا كده مع السمنة والزيت. نخلي ايدينا فيه عشان ما يتحرقش معانا. عايزاه يكون لونه ذهبي فاتح. هنقلبه كده من وقت للتاني. زي ما انتوا شايفين كده ما بياخدش وقت خالص. ده اللون اللي انا عايزه اوصله. هنزل هنا بعصير طماطم ضربتها في الخلاط وصفيتها، ومعلقه كبيره من الصلصه. وعندي هنا التوابل ملح وفلفل وبابريكا ورشه بسيطه شطه ورشه كزبره ورشه كمون، ومعلقه صغيره من السكر عشان الحموضه. وبس كده هقلبها كويس جدا واسيبها تغلي كام غلوه كده على نار عاليه. وبعد كده اوطي النار. عايزاها تتسبك مش قوي، تتسبك كده نص نص عشان ما تبقاش تقيلة قوي معانا. عايزة قوامها وسط يعني، مش تقيلة قوي ولا خفيفة قوي. وبس كده الصلصة هتكون جاهزة معانا. وهنا هنجهز الرز. معايا معلقتين زيت ومعلقة سمنة. هسيحهم كده مع بعض حلو قوي. عايزاهم بس يسخنوا كويس. وهبتدي ان انا انزل بالرز بتاعي، غسلته وصفيته من المية حلو جدا. هبتدي ان انا اشوح فيه كده شوية حلوين مع السمنة والزيت. مهم اوي الحركة دي عشان ما يطلعش معجن معاكي ويكون مفلفل وحلو. زي ما انتوا شايفين كده. وهنا نزلت بالشوربة بتاعت اللحمة اللي عملناها مع بعض. مقدار الشوربة قد الرز بالظبط. وظبطت الملح وبس كده. والرز هيكون معانا جاهز. هنا كل حاجة جاهزة. هنبتدي ان احنا نجرف طبق الفتة بتاعنا. اول حاجة هنحط طبقة من العيش اللي حمصناه.
في الخطوة دي ممكن نضيف عليه شوربة، بس انا ما بحبش بصراحة اضيف عليه شوربة، بحب استمتع كده بطعم العيش. والطبقة التانية رز. شايفين الرز مفلفل وحلو قوي. هنا الرز غامق شوية علشان سقيناه بالشوربة بتاعتنا. لو عايزين الرز لونه افتح ممكن تسقوه بمية عادي، وتضيفوا بس رشة كمون والملح. وهنبتدي نحط اللحمة بتاعتنا كده على الوش. اللحمة دي دهنتها الصلصة من اللي احنا عملناها وحطيتها تحت الشواية تاخد لون بس، بتبقى طعمها حلو جدا. وهبتدي ان انا انزل بالصلصة وشوية عيش كده على الوش. وبس كده، ده كان شكل الوصفة بتاعتنا النهاردة. اتمنى تكون عجبتكم. لو الفيديو عجبكم ما تنسوش اللايك والمتابعة. اشوفكم في فيديو جديد، مع الف سلامة.